كده وانت داخل البيت عايز تتعشى او عايز حاجه كده، ولقيت لحمه العيد بقى، بقى لها كام يوم. الرز والعيش اللي كان محمص بتاع الفتة، شويه الميه الصغيرين دول بحيث ان معلقتين ميه ولا حاجه. بعد كده يعني دقيقه بس غليان، عشان هناخد البيون ده عباره عن هنعمل بيه ديمجلاس صوص. هنحط عليه الديمجلاس باودر، نص معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره، اقل من كده يعني، حاجه كده صغيره خالص على قد كميه الصوص اللي موجود. مثلا لو في معلقتين ثلاثه، احنا هناخد حاجه بسيطه قوي، معلقتين ميه يعني بيون او كده، معلقتين ثلاثه اللي يبقى ايه. انا حاسس ان هي ممكن ايه نحتاج معلقتين ميه تاني، معلقتين بالظبط، واحد اتنين. تمام، اللهم صل على النبي. حاجه كده فته بس بطريقه برضو مبسطه، وبتاخد تيست جميل. الديمجلاس ده بيدي طعم اللحمه ديليشيز وندرفول تيست. بجد هتبقوا حاجه مبسوطين وانتوا بتاكلوا حته اللحمه، حتى لو بايته، لو بقالها يوم بقى مش التيست نفسه هيبقى فيه ديفرنت جميل قوي، انتوا مستمتعين بيه. ادي كده الطبق المين كورس بليت بتاعنا. عملنا الهيد بتاعه، الديكوريشن كان عباره عن ورده، وادي البولة الرز الابيض مع العيش المحمص بتاعنا اللي هو بتاع الفته يعني بالبيون كده. عملناه في بوله، وهننزل باللحمه عليه وصوص الديمجلاس بعد كده. اللهم صل على النبي. حاجه واو 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 واو. تحركوا كده الديمجلاس دقيقة دقيقتين كده، مستمر، ضرب مستمر بمضرب صغير، حاجة ستانلس كده، تكون برضو ضامنين ان هو ضد الصدأ وضد عشان البكتيريا. وخلاص احنا كده هنسرفز الفينش النهائي للفتة بليت. اللهم صل على النبي. حاجة بتدي تيست جميل قوي يعني بصراحة. حاولوا تجربوا الحاجة الديمجلاس، صوص ديمجلاس صوص جميل قوي.